أحبائي، نحن نقرأ الرسالة إلى العبرانيين، الرسالة الكهنوتية بامتياز، ونتعرف إلى يسوع المسيح ابن الله. لو أنه لم يأتي من السماء لما كان بالإمكان أن يكون كاهن الرب على الأرض. كهنة العالم الوثني يختارهم الملك، وكذلك الكهنة في الشعب العبراني. كان الملك منذ داود وسليمان يختار عظيم الكهنة، وعظيم الكهنة يختار الكهنة الذين يخدمون معه. وبعد ذلك صار الكهنوت قضية وراثية. أما يسوع المسيح الكاهن الأزلي فاختاره الله الآب. نعم، اختاره الله الآب وهو أرسله. هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك أحد بل تكون لنا الحياة الأبدية. هذا هو الكاهن الذي أرسله الآب، وأعلن هذا الإرسال يوم العماد على نهر الأردن. هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. وردد هذا الإرسال يوم التجلي بطرس، يعقوب، يوحنا، هم هنا على الجبل المقدس. سمعوا الصوت السماوي: هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. هذا الابن أرسله الآب لا ليهلك العالم بل ليخلص العالم. وهنا نفهم ما قالته الرسالة إلى العبرانيين في الفصل الأول آية 3، وهذا عنوان كلامنا اليوم: يحفظ الكون بقوة كلمته. نعم، الابن هو الكاهن لأنه يحفظ الكون بقوة كلمته. الله الآب كنت أقول يحتاج إلى كلمته، يحتاج إلى الكلمة، إلى يسوع المسيح الذي قيل فيه: في البدء كان الكلمة. فالكلمة حاضر بقرب الآب منذ الأزل، هو مساو للآب في الجوهر كما نقول في قانون الإيمان. الكون، العالم، ما يرى ما لا يرى، كما دعاه بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي: به خلق كل ما يرى وكل ما لا يرى. الكون كله الرب خلقه في الماضي؟ كلا، فالله ليس من الماضي. خلقه اليوم؟ نعم، وهو يخلقه كل يوم، وسوف يخلقه ويعيد خلقه يوما بعد يوم، ويجمله يوما بعد يوم حتى النهاية، عندما يصبح الكون أرضا جديدة وسماء جديدة كما يقول سفر الرؤيا. هناك يقيم البر، والبر هو العمل الكامل بمشيئة الله. وكما يقول بولس الرسول: حين يكون الله الكل في الكل، يعني يتحول كل شيء إلى صورة الله من خلال صورة المسيح. الكون الذي خلقه الله لم يتركه. هناك بعض الناس يقولون: الله خلق الكون وتركه يسير وحده. مساكين، مساكين هؤلاء الناس،
لأنهم تعلقوا بالأرض وحسبوا الأرض نهاية حياتهم. إذا كان لا إيمان عندهم، أجل الأرض هي نهاية حياتهم، يوضعون تحت التراب ويلبثون تحت التراب. كلا كلا ثم كلا. الكون نعرفه عندما نخرج من الكون، عندما نعرف العبارة الأولى في الكتاب المقدس التي تعلن إيمان المؤمنين تجاه أزلية الكون. كذا الفلاسفة يقولون الله أزلي والكون أزلي، يعني الكون هو صنع الله، هو مساو لله. مساكين. كلا. الكون يعلن الكتاب المقدس أول جملة فيه: في البدء خلق الله السماوات والأرض. خلق. ما قالوا صدر عن الله، كلا، وحده الابن يصدر عن الآب، وحده الروح يصدر عن الآب. ولهذا نقول الآب والابن. الابن بما أنه كلمة الله يصدر عن الله، والروح القدس نقول بكلمة ثانية يخرج من الآب، من الله، ينبثق من الله ويرسله الابن. لا، الكون لا يمكن أن يكون أزليا تجاه الله. ويقول العلماء: إن تحول كوكب واحد أو نجمة واحدة من المكان المعد لهما تتدمر الخليقة كلها. يقول العلماء: هذه النجوم التي تتعدى الشمس بآلاف وآلاف المرات تعيش في توازن تام. من يعطيها هذا التوازن؟ هل جاء من عندها أم جاء من عند الله؟ فلو كان التوازن من عندنا لكنا نوازن في شخصيتنا، نوازن في مشيتنا، ولا نسقط هنا وهناك. كلا. من هو الذي يجعل الكون حاضر، يجعل البشرية تتطور؟ الله. من هنا الكلام يحفظ الكون. نعم، الله هو من يحفظ الكون، خلقه ويحافظ عليه يوما بعد يوم. إذا كان الله خلق الكون، فمن يخلق شيئا ليدمره؟ ولكن الله لا يريد أن يفعل بذاته بجوهره، فهو لا يرى، فهو فوق الكون بما لا يحد. ماذا فعل؟ أرسل كلمته، أرسل ابنه. نعم، ابن الله صار في الكون، صار مسؤول عن الكون. نعم، هو المسؤول باسم الآب. كما كنا نقول في العالم العبراني: الملك لا يمكن أن يكون السيد في أرضه. كلا، داود ليس السيد. ولهذا لما أراد إحصاء شعبه لم يرضى النبي باسم الله عن مثل هذا العمل. أنت تحصي الشعب كأن الشعب شعبك. لا، الشعب هو شعب الله، وأنت الوكيل باسم الله. لهذا فالملك يطلب منه أن يقيم العدالة، أن يجعل الحكم مستقيما، وإلا فالله يحكم عليه، يدينه. هذا ما حصل
لداود حين زنى مع بتشابع امرأة أورية ثم قتل زوجها. اعتبر نفسه صاحب الأرض وصاحب الشعب، يتصرف بالناس كما يريد، مع أن هؤلاء الناس ليسوا على صورته بل على صورة الله. لهذا جاء إليه النبي ناتان يوبخه: أنت هو هذا الرجل؟ من أين جاء بك الله من وراء الغنم لتكون وكيله على الأرض؟ فهل تكون الوكيل الشرير الخائن؟ بدلا من أن تعطي الحياة تعطي الموت، بدلا من أن تمارس الوصايا وتعلم الشعب أن يمارسها تتعدى الوصايا بهذه السهولة. تسرق للرجل امرأته، تزني معها، تقتل. الوصايا الثلاث الكبرى تعديتها وحسبت نفسك فوق الوصايا، حسبت نفسك الله. وكان العقاب قاسيا بالنسبة لداود وبالنسبة إلى شاول، فشاول أضاع اختيار الله، حسب نفسه مكان الله، هو الذي يريد أن يفعل ما يشاء. كلا أيها الملك، أنت لست الله، أنت وكيل الله. وآخاب الملك في مملكة إسرائيل زوج إيزابيل التي تطلعت إلى الصعود لكي تظهر كأنها آلهة مع كهنة يخدمونها قبل أن يخدموا بعل. ماذا فعل أخاب وامرأته إيزابيل؟ قتلا نابوت اليزرعيلي، لا تقتل، وأخذا أرضه لكي تتوسع ساحات القصر، لا تسرق. اعتبر أخاب أنه الملك على ما قالت له امرأته: ما هذا الملك الذي لا يملك القوة ليفعل ما يشاء؟ ومضى ليأخذ أرض نابوت اليزرعيلي، ولكن إيليا النبي كان حاضرا هناك. قال له: أنت عدو نفسك، سلمت نفسك لإبليس، لم تعد الملك وكيل الله بل صرت وكيل إبليس. هكذا فالملك هو نوع من الكاهن، ولكن كل هؤلاء الملوك الذين سبقوا يسوع المسيح لم يعيشوا الوصية، لم يعيشوا المهمة التي أوكلهم الله بها. طلب منهم الله أن يحفظوا الكون، أن يقيموا العدالة، أن يقيموا المحبة، فكانت النتيجة الموت بدل الحياة، والدمار بدل البناء. ويكفي أن نظهر، ويكفي أن نعد الحروب التي عرفتها البشرية، آلاف الحروب، ومن يقوم بهذه الحروب الملك والرئيس والمسؤول. وحده يسوع المسيح يتميز عنهم، هو الملك لأنه الكاهن، على ما قال المزمور 110: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. من هم أعداء يسوع المسيح؟ يقول لنا مربولس: الخطيئة، الشر، الموت. هؤلاء هم أعداء يسوع المسيح الذين يدوسهم برجليه.
هذا الملك ابن الله، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. هكذا يكون الملك هو الكاهن في الوقت عينه، الذي لا يأتي لكي يهلك بل لكي يحيي، الذي لا يأتي ليميت الناس من أجل حياته بل ليموت من أجل البشر، من أجلنا ومن أجل خلاصنا تألم ومات وقبر، ولكنه قام. نعم، الملك يحيا حين يموت جنوده من أجله، أما المسيح فيحيا في موته ويحيي البشرية كلها. ما جاء الابن لكي يهلك العالم بل ليخلص العالم. جاءهم بالمحبة حين قال: ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. هكذا يحفظ الله الكون. بأي قوة؟ بقوة كلمته. فالكلمة الابن الذي أتى إلى الأرض هو حاضر معنا. في الماضي كانوا يقولون إن الله مع موسى، الله مع يوسف ابن يعقوب، الله مع داود، الله مع إيليا النبي. أشخاص، أفراد. وقالوا أيضا إن الرب رافق شعبه في البرية في رمز النار خلال الليل لكي يعرفوا الطريق ولا يتيهوا، وفي النهار من خلال السحاب، من خلال الغيم الذي يكون بمثابة مظلة تقيهم من الشمس. أفراد، شعب واحد، ولكن مع الابن صار الاسم هو الله معنا. صار اسم الابن الله معنا. كل إنسان في البشرية مهما كان عرقه أو لونه أو دينه، الله معنا. والكلمة الرائعة عمانوئيل، الله معنا. الكلمة حاضر في الكون، حاضر في كل إنسان. يحفظ الكون الذي خلق به وخلق من أجله، ليجمع البشرية كلها في واحد. نعم، هذا ما يقول بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس 1:10، ليجمع كل شيء في الابن. نعم، في الابن تجتمع البشرية كلها ولا تتفرق ولا تتشتت. لا مجال للبغض، لا مجال للحقد، لا مجال للحرب، بل للحب والتفاهم والسلام. هكذا يكون يسوع المسيح الكاهن على الأرض. أرسل ليخلص العالم لا ليهلك العالم. يحفظ الكون بقوة كلمته. نعم، كلمة الله قديرة. نعم، الابن هو قوي، وقوي جدا، لا من أجل الشر مثل الناس على الأرض. هو قوي من أجل الخير، هو قوي من أجل الحياة. قوي أولا على نفسه. حين مضى إلى الصليب ماذا قال؟ لكي تعرفوا أني أحب الآب. هو لا يمضي إلى الموت مجبرا مكرها مثل مجرم من المجرمين، كلا ثم كلا. قال: أنا أعطي حياتي وأنا أستردها. أنا أعطيها حين أمضي إلى الجلجلة،
أمضي إلى الموت على الصليب وأنا أستردها في القيامة. وقوة يسوع ظهرت بشكل خاص في بستان الزيتون. أراد بطرس، سمعان بطرس، أن يبين قوته، فأخذ السيف وضربه. وماذا كانت الضربة؟ قطعت أذن أحد عبيد رئيس الكهنة اسمه مرقس. هذه قوة الإنسان. ماذا يستطيع؟ قطع أذن خادم بسيط وانتهت المعركة البشرية. قال له يسوع: أستطيع أن آتي بفيالق من الملائكة، على مثال ما نعرف في سيرة إليشع النبي. ولكن كلا، أنا أعرف إرادة الآب، وإرادة الآب هي إرادتي أنا، لأنني ابن الآب. وقوة يسوع ظهرت أيضا في إنجيل يوحنا. من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال يسوع: أنا هو. هذه الكلمة كانت كافية لكي يسقط الجميع على الأرض، وأولهم يهوذا. وكان بإمكان يسوع أن يبقيهم على الأرض ويمضي هو ورسوله وكأن لا شيء كان، بحيث لا يستطيع أحد أن يقبض عليه. ولكن كلا، قوته أولا تظهر في شخصه. مضى ليخلص العالم، مضى إلى الموت بملء إرادته لكي يقتل الموت. يقول بولس الرسول: بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة الموت، وهكذا عم الموت جميع الناس، لأنهم جميعهم خطئوا. فوجب على المسيح أن يأخذ الطريق المعاكس. الخطيئة جلبت الموت، أخذ يسوع الموت وعاد إلى الوراء. ما كان سبب الموت؟ الخطيئة. الخطيئة حملت الموت، بالموت اقتلع يسوع الخطيئة. بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة الموت، وهكذا عم الموت جميع الناس، لأنهم جميعهم خطئوا. لكن بإنسان واحد هو يسوع المسيح تبدلت الأمور، انقلبت الأمور. مات الموت على الصليب، ومعه ماتت الخطيئة. هكذا يحفظ الله الكون بقوة كلمته، لا حفظا ماديا فقط، بل حفظا روحيا. البشرية مشتتة منذ برج بابل، راح كل واحد في طريقه، وتنوعت اللغات واللهجات. 2400 2500 3000 لغة ولهجة. فكيف نريد للبشر أن يتفاهموا إذا كان بعضهم لا يفهمون من بعض؟ ولكن الرب يسوع أتى، هو الكاهن، هو الوسيط بين الله والبشر، هو والآب واحد. أراد أن يجعل البشرية واحدة، الكون واحدة، وهكذا يحفظ الكون. قال في صلاته الأخيرة: ليكونوا واحدا كما نحن واحد. نعم، بالكلمة، بكلمة الآب، بقدرة الكلمة يحفظ الله الآب الكون، ويجمع البشرية كلها في واحد. يبقى علينا أن نتجاوب معه حتى
نعمل معه. هو الكاهن الأول والوسيط بين الله والبشر، ونحن نعمل معه كل في موقعه حتى نحفظ الكون وننميه ونقدمه أجمل تقدمة في كل قداس من قداساتنا، فيكون ذبيحة مع ذبيحة المسيح التي ستبقى حاضرة حتى نهاية العالم. آمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة، لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.